النهارده هحكي لكم على قوم لوط. قوم لوط سموه ليه بقوم لوط؟ لأن النبي اللي أرسل ليهم كان اسمه لوط، وده كان سيدنا إبراهيم عمه. فربنا أرسل سيدنا لوط للقوم بتوعه اللي هم قوم لوط، قال لهم يا جماعة ما تعملوش الفاحشة اللي هم كانوا بيعملوا، بيئتوا الذكور وما يجوش جنب الستات خالص. فده طبعا غلط. ربنا ما قالش كده، ربنا قال ستات ذكر وأنثى، ما قالش ذكر وذكر، وده طبعا غلط. هم يضحكوا عليه وانتوا بتعمل ايه؟ ما تعملش كده، ما تعملش كده، ربنا هيجيب لكم صعقة وهيموتكم، ما تقتوش الذكور ولا هنا. فقعد يدعي بقى وهو خلاص مش قادر يعمل حاجة، قعد يدعي ربنا ساعدني يا رب، وكان لوحده. فربنا بعت له 3 ملائكة هم سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل. فراح جم قالوا له احنا هناخد بالنا منك وما تخافش. قالوا انا خايف عليك احسن يجوا هم يحتدوا عليك وانتوا. قالوا له لا، احنا انبياء ربنا وما حدش يقدر يجي جنبنا خالص. فمرات لوط راحت، هي كانت مش كويسه، فراحت قالت لهم في رجاله عند جوزي لوط. فراحوا قالوا له خبطوا على الباب، افتح الباب عايزين الرجاله اللي عندك. قال لهم لا خدوا بناتي، خدوا بناتي هم اطهر ليكم، وسيبوا ضيوفي. قال لا احنا هناخدهم، يعني هاخدوا ويخبطوا. قال خدوا بناتي اهو، مالكمش دعوه بضيوفي. وهم ما فيش فايده. ربنا امره بقى بياخد مراته وبنتين ويمشي. وربنا بقى قاعد قالوا ما حدش يبص ورا خالص، وقعد يجيب بقى الاعاصير ويجيب كل حاجه عشان يعذبهم. وهيبعد عليهم حجارة من طين مسمومة، كانت مسمومة تنزل عليهم باسم الشخص نفسه تموته. فقالوا ما حدش يبص عليكم. هم أخذوا ولاده ومشوا وقالوا اوعى تبص. فامرأته الوحيدة اوعى تبص ورا، اوعوا. وبعدين هي مراته الوحيدة اللي راحت بص. أول مراته ما بصت وراها راح على طول جايبة صعقة حجارة، راحت نازلة عليها، خلاص ماتت في ساعتها. ونيجي سيدنا لوط هو وبناته الاثنين. دي كانت قصة سيدنا لوط. أرجو إن هي كنت عجبتكم. كان معاكم منى من أمريكا في قناة ست الحسن. أقول لكم باي. أوكي باي، مع السلامة، باي.